أسعد الله مساكم بكل خير مشاهدينا الكرام أينما كنتم. أحييكم من الفضائية الإريترية وأقدم لحضراتكم نشرة الأخبار والمستهل بأهم وأبرز العناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مهرجان الإريتريين في تورونتو الكندية. العواصف المطرية تحدث الأضرار في صنعاء. عشرات القتلى والجرحى بهجوم مسلح كبير في مالي. بلينكن يؤكد خلال زيارته بريتوريا شراكة حقيقية ومتوازنة مع القارة الإفريقية. ومصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. أعلنت وزارة الصحة بأن الفحوصات المخبرية التي أجريت في الإقليم الأوسط اليوم قد أظهرت إصابة مواطنان بفيروس كورونا، وكانت الإصابتان من أبا شاول وباراديزو. في غضون ذلك شفي 13 مريض كورونا في الإقليم الأوسط، وبهذا بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا في البلاد حتى الآن 10,126، شفي منهم 9,932 وتوفي 103، فيما يتلقى 91 مريضا الرعاية في المستشفيات. وزارة الصحة 9 أغسطس لعام 2022. نظم من 30 من يوليو وحتى الأول من أغسطس مهرجان الإريتريين في تورونتو الكندية وضواحيها بعد توقف لعامين بسبب وباء كورونا. واشتمل المهرجان المنظم تحت شعار خيارنا المستقل عزتنا على منافسات رياضية وبرامج ثقافية وسيمينار حول الأوضاع في البلاد وبرامج التصدي وأنشطة اجتماعية ومحاضرات مهنية وجناح للأطفال وغيره. وذكرت لجنة تنسيق الاحتفالات في كندا بأن مهرجان هذه السنة كان استثنائيا من حيث عدد المشاركين والمحتوى. وأوضح المشاركون بأن المهرجان يعبر عن هويتنا وقيمنا، وهو مناسبة لتعريف الأطفال والشباب والمولودين في الخارج بتاريخهم وثقافة مجتمعهم. كما نظم مهرجان الإريتريين في كاليغاري ألبرت بغرب كندا. تجدر الإشارة إلى تنظيم الإريتريين في إيطاليا وألمانيا وهولندا وسويسرا وبريطانيا والدول الإسكندنافية والولايات المتحدة الأمريكية مهرجاناتهم. قال مسؤول مكافحة الملاريا في مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة سيد إبراهيم يعقوب إن إزالة مخاطر الملاريا ووصوله إلى مستوى السيطرة جاء نتيجة المشاركة الواعية للمجتمع وجهود الجهات المعنية. وأوضح أن الإقليم ينقسم إلى 3 مستويات في الإصابة بمرض الملاريا، وتشهد مديريات قلوج وأعالي القاش وشامبوقو وملقي أعلى مستوى إصابة بالمرض، وقد انخفضت الإصابة بالملاريا في مناطق استيطان المرض إلى أدنى مستوى بفضل أساليب المكافحة المرتكزة على المجتمع ووسائل المكافحة والعلاج التي أدخلتها وزارة الصحة. وحث لمنح الاهتمام الكبير لإزالة أماكن تكاثر الناموس على مستوى الأسرة ورش المبيدات في أماكن المختارة بدراسة، مشيرا إلى وجود 514 من وكلاء الصحة في المناطق الريفية البعيدة في الإقليم ومساهمتهم في أنشطة مكافحة الملاريا وتقديم الإسعافات الأولية. وذكر بأن الإهمال في بعض الأحيان يخلق تأثيرا سلبيا على أنشطة المكافحة، ويجب على المجتمع تطبيق الخبرة المكتسبة في المكافحة لإنجاح كامل السيطرة على الملاريا. وناشد لدفن بركة تكاثر الناموس واستخدام الناموسيات واتباع إرشادات المهنيين الصحيين مع حلول موسم الأمطار ومواصلة تنفيذ جميع وسائل المكافحة حتى استئصال كامل الملاريا. وأفاد مكتب وزارة الصحة في إقليم القاشبركة بأن مركز أبحاث الحشرات في تسني يساهم بدور كبير في القيام بأبحاث مكافحة الملاريا وإيصال الناموسيات الجيدة للمواطنين والتعرف على البعوض المسبب للملاريا والأمراض الأخرى.
أحدثت العواصف المطرية المصحوبة بالثلوج التي هطلت نهاية شهر يوليو الأضرار بالمواشي والمساكن والمزروعات في ضواحي عد بقيع وكساد إمبا وزكفيت، وجرفت السيول 11 حمارا و4 أبقارا، واقتلعت العواصف المطرية ألواح الزنك من سقوف 5 منازل ودمرت المزروعات والأشجار. سجل معدل الأمطار في نقطة سرحة في مديرية صنعافة يوم 29 من يوليو الماضي 102 ملم. يساهم مشتل شيمانوغوس لعلاي في مديرية السرجقة في أنشطة التشجير بإعداده 340 ألف شتلة. وأوضح مسؤول مكتب الزراعة في المديرية السيد إبراهيم برهانة غرس 160 ألف شجرة ضمن البرنامج الموضوع لشتل الأشجار المعدة في المشتل في مساحة 169 هكتارا. وقال مدير المشتل السيد يوسف قبراي إن المشتل يقوم بإعداد مختلف أنواع الأشجار المستوطنة وغير المستوطنة، داعيا المواطنين للاهتمام لرعاية الأشجار المغروسة. وذكر ممثل سلطة الغابات والحياة البرية في مديرية السرجقة سيد تسفى قابر مبرهتو وجود مشاتل في شيمانوغوس لعلاي وزاكر وقرمي وعد شخا لتلبية احتياجات شتول الأشجار في المديرية. اختتمت في إقليم جنوب البحر الأحمر حملة الطلاب التنموية التي بدأت من 13 من يونيو في مديريات عصب ووسط دنكاليا. شارك في حملة الطلاب التنموية 250 طالب، بينهم 94 طالبة نفذوا خلالها أعمال فعالة لحماية التربة وحفظ المياه وغرس شتول أشجار الشورى في الجزر. وذكر مكتب التعليم شتل أشجار الشورى المانغروف في جزيرة عروكيا وشاطئ سالينا في مساحة 150 هكتارا. كما ساهم التنسيق الجيد للاتحاد الوطني للشباب والطلبة ووزارة التعليم ووزارة الثروة البحرية في النتائج المرضية للحملة الطلابية التنموية. كانت هذه الأنباء المحلية مشاهدينا الكرام، فاصل قصير ونعود مع الأنباء العالمية، فابقوا معنا. على الصعيد العالمي قتل 17 جنديا على الأقل و4 مدنيين بالإضافة إلى إصابة 22 آخرين في هجوم جديد نسب إلى جماعة مسلحة ووقع في بلدة التيستا التي تضم معسكرا للجيش في المنطقة المعروفة بالمثلث الحدودي بين مالي والنيجر وبوركينا فاسو. كما أعلن الجيش المالي في بيان عن فقدان 9 جنود آخرين، مشيرا إلى أن الحصيلة مؤقتة ومرشحة للارتفاع. كما قتل 7 مهاجمين حسب الجيش المالي الذي قال يرجح أنهم تابعون لتنظيم الدولة الإسلامية في الصحراء الكبرى، مشيرا إلى أن الهجوم كان منسقا ومجهزا بشكل جيد، والمثلث الحدودي هدف مفضل لجماعات جهادية مسلحة. قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن خلال مؤتمر صحفي إلى جانب نظيرته الجنوب إفريقيا ناليدي باندور بعد وصوله إلى بريتوريا: نتطلع قبل كل شيء إلى شراكة حقيقية بين الولايات المتحدة وإفريقيا. ووصل بلينكن الذي ستضم جولته الإفريقية كل من كينشاسا وكيغالي إلى محطته الأولى جنوب إفريقيا، وستستمر جولته في القارة الإفريقية إلى يوم الخميس. وفصل بلينكن رؤيته الاستراتيجية للقارة خلال خطاب ألقاه في جامعة بريتوريا، وقال الولايات المتحدة لن تملي على إفريقيا خياراتها ولا ينبغي لأي شخص آخر أن يقوم بذلك، مؤكدا أن حق اتخاذ هذه الخيارات يعود للأفارقة وحدهم. وللتذكير، تأتي الاستراتيجية الجديدة التي جاء بها وزير الخارجية الأمريكي وسط انتقادات لعدم جدوى الدور الأمريكي في الحرب العسكرية ضد الجماعات المتطرفة في إفريقيا. وتهدف زيارة بلينكن إلى محاولة تقريب جنوب إفريقيا دبلوماسيا من المعسكر الغربي والتصدي للنفوذ الروسي في القارة وفق العديد من الخبراء.
لقي 8 أشخاص على الأقل مصرعهم، فيما فقد 6 آخرون جراء الأمطار الغزيرة التي أخذت تهطل على العاصمة الكورية الجنوبية لساعات، وحولت شوارع حي جانجام إلى نهر، تاركة المركبات وأنظمة النقل العام غارقة، وذلك في أشد هطول للأمطار منذ 80 عاما. وذكرت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية أن المدينة الساحلية الغربية لاشنطن ومقاطعة جيونغ جي التي تحيط بالعاصمة سول شهدت أمطارا غزيرة تجاوزت 100 ملم في الساعة. كما تسببت الأمطار الغزيرة في توقف العديد من المرافق العامة، مع الإبلاغ عن 8 حالات من غرق السكك الحديدية في سول وإنشتون وأماكن أخرى، وتسببت في تعليق مؤقت للخدمات في أقسام بعض خطوط السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بما في ذلك مترو أنفاق سول الخط الرابع وخط كيونغجين. من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الدفاع في سول مون هونغ سينغ إن الجيش مستعد لنشر قوات للمساعدة إذا طلبت المدن أو الحكومات الإقليمية. أطلق قمر اصطناعي إيراني محمولا بصواريخ روسية أو بصاروخ روسي من قاعدة في كازاخستان، وفق مشاهدة حية بثتها وكالة الفضاء الروسية روسكوسموس. وأظهرت المشاهد صاروخا من طراز سيوز 12 با يحمل قمر خيام الاصطناعي ينطلق من قاعدة بايكونور الفضائية في كازاخستان التي تديرها روسيا في الوقت المحدد للعملية. ويهدف القمر الذي يرجح أنه يحمل هذه التسمية نسبة إلى العالم والشاعر الفارسي عمر الخيام الذي عاش بين القرنين 11 و12 إلى مراقبة حدود البلاد وتحسين الإنتاجية في مجال الزراعة ومراقبة موارد المياه وإدارة المخاطر الطبيعية، وفق ما أكدت وكالة الأنباء الإيرانية إيرنا. وتؤكد إيران أن برنامجها الفضائي هو لأغراض مدنية ودفاعية حصرا، ولا يخالف أي اتفاقات دولية بما فيها الاتفاق مع القوى ال6 الكبرى بشأن برنامجها النووي الذي أبرم عام 2015 وانسحبت الولايات المتحدة منه في عام 2018. مشاهدينا الكرام، ختاما للنشرة نذكر بالعناوين. إصابة مواطنان بفيروس كورونا اليوم. تنظيم مهرجان الإريتريين في تورونتو الكندية. العواصف المطرية تحدث الأضرار في صنعافة. عشرات القتلى والجرحى بهجوم مسلح كبير في مالي. بلينكن يؤكد خلال زيارته بريتوريا شراكة حقيقية ومتوازنة مع القارة الإفريقية. ومصرع 8 أشخاص جراء الأمطار الغزيرة في كوريا الجنوبية. مشاهدينا الكرام، هكذا نكون قد وصلنا وإياكم إلى نهاية النشرة قدمناها لكم من الفضائية الإريترية. وقتا ممتعا نتمناه لكم مع بقية برامجنا. إلى اللقاء.